فوضع القطرة في العين، ووضع القطرة في الأذن، ووضع القطرة في الأنف لمن احتاج إلى ذلك لا يفطر، لا يفطر، لأن القطرة ليست طعاما ولا شرابا، وليست في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. فالراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أن القطرة لا تفطر. أما الحقن الإبر فالإبر نوعان، إبر للعلاج وإبر للتغذية. فإن كانت الإبر للعلاج فهي لا تفطر سواء كانت في العضل أو في الوريد، لا تفطر إذا كانت في العضل أو في الوريد. أما إن كانت الإبر للتغذية ففيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول بأنها تفطر لأنها قامت مقام الطعام والشراب، ومنهم من قال لا تفطر لأنه حتى لو استخدم الإبر المغذية ليقوى من المرض يبقى في أمس الحاجة إلى أن يتذوق الطعام والشراب. وقد رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنا أميل إليه، وإن كنت أرى أن المريض إن وصل به الحال إلى تركيب المحاليل أو إلى حاجة إلى الإبر المغذية فهذا مريض له أن يفطر وعليه أن يقضي بعد ذلك في وقت زوال المرض، لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما بخاخ الربو الذي يستخدمه مريض الربو أو مريض الحساسية فهذا أيضا لا يفطر. لو استخدم المريض بالربو أو بالحساسية البخاخة في الفم أو في الأنف لا يفطر هذا أو لا يفطر الصائم بهذا، لأنه ليس طعاما ولا شرابا، وليس في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. حتى الحقنة الشرجية التي تستخدم في فتحة الشرج فهذه أيضا على الراجح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه أنها لا تفطر الصائم بفضل الله جل علاه. هذه رحمة الله بهذه الأمة، فلا ينبغي أن نعسر وأن نضيق ما وسع الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين.